العديد من الأجانب الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالسعادة والنجاح، ولكن ماذا عن الحرية؟ في شهر أغسطس من عام 2014 خطف جهاز أمن الدولة الإماراتية 10 رجال أعمال ليبيين، من بينهم كنديان وأمريكان من أصول ليبية. كان قد تم اختطافهم من منازلهم أو أثناء قضاء عطلاتهم، وبعضهم تم رصد كمائن لهم على الطريق السريع من قبل أشخاص من قوات أمن الدولة الإماراتية يرتدون زيا مدنيا دون إبراز أي أمر من النيابة. ولعدة أشهر لم تعرف عائلاتهم أماكن احتجازهم، وقد نفى المسؤولون الإماراتيون معرفتهم بمكان تواجدهم. أجرت منظمة العفو الدولية ولجنة مراقبة حقوق الإنسان تحقيقات وصفت فيها تصرفات دولة الإمارات بالاختفاء القسري، كما أشارت كذلك أن اختطاف هؤلاء الأبرياء كان مشابها لمئات الحالات المماثلة، مؤكدة الأسلوب الممنهج الذي يعتمده جهاز أمن الدولة الإماراتي لجمع المعلومات الاستخباراتية عبر حملات الاعتقال غير القانونية والبحث والاحتجاز والاستجواب والتعذيب، وأخيرا ترحيل هؤلاء الأبرياء بمجرد أن تلتئم علامات التعذيب. خلال ال4 أشهر الأولى تم حجز المعتقلين دون استجواب في حبس انفرادي، وهم معصومي الأعين في مكان معزول عن العالم. بعد ذلك أطلق سراح 4 من الضحايا وتم ترحيلهم إلى خارج الإمارات، فيما ظل 6 أشخاص رهن الاعتقال. أكد المفرج عنهم أن جهاز أمن الدولة الإماراتي احتجز أولئك الأشخاص كرهائن سياسيين لجمع المعلومات حول ليبيا. المعتقلين ال10 احتجزوا في سجن سري يقع تحت قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، وتم استجوابهم بدون السماح لهم بالتواصل مع المحامين. تعرضوا لتعذيب وحشي ممنهج وانتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية. مارست السلطات الإماراتية أقصى القيود لعدم تمكين السلطات الكندية ونظيرتها الأمريكية من رؤية مواطنيهما، وهو ما يعتبر خرقا للمعاهدات الدولية. تدهورت بشدة حالة المعتقلين الصحية. بعد أشهر من الصمت وعدم ظهور أي بوادر أمل لإنهاء هذه المأساة، سلمت أسر الضحايا شكوى عاجلة للأمم المتحدة، والتي بدورها شرعت في إجراء تحقيقات في شهر يوليو عام 2015. لاحقا تلك السنة اكتشفت حجم التعذيب الذي مورس على المعتقلين الضحايا: الضرب المستمر، حلبة الملاكمة واللكم، وذلك بالضرب من قبل أكثر من 20 ضابط أمن دولة، تسليط حشرات تأكل أجساد المعتقلين، الفلقة على الأرجل، التجمد والإيهام بالغرق، التعليق من السقف، الصعق بالكهرباء، بالإضافة لأكثر من 30 وسيلة تعذيب أخرى. وبعد نشر حيثيات وفضائح انتهاك حقوق الإنسان، أسرع جهاز أمن الدولة الإماراتي إلى فبركة التهم وأخذ الاعترافات القسرية من المعتقلين الضحايا وتقديمها للنيابة ومن ثم إلى المحكمة.